على طول باحس إني باجري حوالين نفسي، في حاجات كتير باعملها لكن ولا حاجة بتخلص، في أفكار كتير نفسي أعملها ولا حاجة منهم للأسف بتطلع للنور. حياتي تقدري تقولي عاملة زي Pinterest، مشاريع وأفكار كتيرة عايزة تتعمل بس كلهم saved. وقتي على طول مسحوم، على طول باجري حوالين نفسي وباجري ورا الولاد، باجري حتى حوالين شغلي. فلانة حتى بتكلمني عشان ننزل بنزل معاها وبرجع أندم على وقتي اللي ضيعته. وممكن كمان بيحصل أوقات معايا العكس، ممكن أقول مشغولة ومش بخرج ولا أقابل أي حد عشان أنا مشغولة فعلا، بس أنا فاضية ومش بعمل أي حاجة فعليا. دماغي مش بتبطل تفكير وحاسة بإحباط وخايفة مطلعش من اللي أنا فيه ده ومحققش ولا أي إنجاز من اللي عايزة أوصله ولا أوصل لأي حلم من أحلامي. طيب، أنا محتاجة أهدى وآخد نفس عميق، وتعالوا نبتدي البودكاست بتاعتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها إزاي نتخلص من التوهان والتشتت والفوضى الذهنية وفقدان الطاقة والشغف والحاجات اللي هي النيجاتيف دي كلها، ونوصل إزاي لأهدافنا وللنجاح والإنجاز اللي إحنا بنحلم بيه. ورقة وقلم وتعالوا يلا معايا في البودكاست. ابدأي. واهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم بسمة عاشور ابو العرب، هوستنج بودكاست ابدائي. ان شاء الله هكون معاكم في البودكاست دي علشان نتعلم مهارات نقدر نحافظ بيها على البيزنس بتاعنا، عشان البيزنس بتاعنا يكون سستينبل، ذو امباكت يعني ذو اثر، وكمان يكون الbusiness بتاعي ده مُربح. كمان هنساعدكم في البودكاست دي إن أنتِ توصلي في الbalance ما بين الشغل وما بين الحياة بتاعتِك الشخصية. في البودكاست دي هنتكلم مع مين؟ بنتكلم مع الdesigners وبنتكلم مع الhandmade crafters اللي بيعملوا أي حاجة بالحرف اليدوية، أو الفنانين أو الdesigners. إن شاء الله هنكون معاكم في البودكاست دي كل جمعة إن شاء الله الساعة 10 هننزل البودكاست، وإن شاء الله هنحاول بإذن الله نكون البودكاست بتاعتنا تكون مفيدة جدا جدا ليكم وتفيدكم وانتوا قاعدين بتشتغلوا كده في الشغل بتاعكم، أو قاعدين في البيت حتى بتعملوا حاجة، تشربوا كوباية شاي وتسمعوا البودكاست بتاعتنا دي، واتمنى ليكم وقت لطيف ومفيد. ويلا خلينا نبتدي البودكاست. طيب، أنا محتاجة طبعا ورقة وقلم، لازم ورقة وقلم معاكي، بقى نوت بوك معاكي، تابلت معاكي، أي حاجة تكتبي عليها. محتاجين ضروري 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 هنتكلم في خطط، وعندنا كود سري زي ما احنا اتفقنا. حبايبنا بتوع الواتساب كوميونتي بتاعتنا عارفين ان احنا كان في كود انا بقول لكم عليه. طبعا انا ما فتشتش عن اي حاجه، بس النهارده هنتكلم في كود سري اسمه 343، وده اللي هنمشي بيه النهارده في الميني كورس او البودكاست بتاعتنا دي. هنبقى عامله اكنها زي ميني كورس كده. هديكم شنطه لطيفه تقدروا تمشي بيها في كل البيزنس بتاعك وفي حياتك، هتفيدك بشكل كبير جدا جدا جدا، تطلعك من الحاله بتاعه التشتت الذهني لان شاء الله حاله من الاستقرار، البالانس، الانجاز. هعرف اخلص اطلع بقى من الدوشه للانجاز شويه. هتحسن لنا يعني هتحسن نفسيتنا والاداء بتاعنا بشكل كبير باذن الله. طيب، خلينا نبتدي على طول ان شاء الله، وناخد نفس عميق كده عشان دماغنا تعرف تستقبل المعلومات، ونعرف كده نهدى خالص. هابتدي يعني معلش بكلام تنمية بشرية، معلش يعني بُصّوا من الآخر كده، إحنا محتاجين كلام التنمية البشرية. إحنا دلوقتي فاقدين الشغف، فاقدين الطاقة، ربما أنا حاسة إن أنا حاجات كتيرة أنا عايزة أعملها، عايزة أنجز، عايزة أخلّص، عايزة متوترة، في حاجات كتيرة جدًا يعني في دماغي. أنا محتاجة أفهم، ومحتاجة عشان أعرف أعالج ده، محتاجة أفهم إن الوضع اللي أنا فيه ده مش هيدوم. الوضع ده مش هيدوم. يعني لازم يا جماعة كمان يعني أنا عارفة إن الوضع ده سواء أزمة، مشكلة، أيًا كان أنتِ بتوصفيه إزاي، لازم أبقى عارفة إن كل عُسر بعديه يسر، كل عُسر بعديه يسر. حتى ربنا قال لنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا يعني تأكيد، لمّا ربنا يجيب الحاجة مرتين ورا بعض معناها إن هو تأكيد، فأبدًا، أبدًا مش هييجي عُسر بعديه إلا أمّا ييجي بعديه يسر. ف فلازم أبقى أنا مؤمنة بده، وكلنا
ابدا ما يجيش في دماغك خالص اللي حياه البلوجرز ولا انفلونسرز ولا اي حد من الناس الناجحين اللي احنا بنشوفهم على السوشيال ميديا ان هم مش بيمروا بمشاكل او مش بيمروا بازمات، وحياتهم مش ابس اند داونز. كلنا حياتنا فيها ابس اند داونز. انا شخصيا مريت بده وغيري بيمر بده، وكل اي حد ناجح لازم هتلاقي في حاجات بيضحي بيها وفي حاجات واقعه منه بيحاول يسندها وبيحاول بقدر الامكان يعني يظهر الحلو للناس، لكن محدش بيصور خيبته. هو يعني خلّينا نبقى عارفينها بشكل فعلًا إحنا بنقولها بطريقة يعني كوميدية، أو يمكن ده الكوميك بيتقال ما حدش بيصوّر خيبته، بس هو فعلًا ما حدش هيصوّر خيبته ويقول يا جماعة أنا فشلت، يا جماعة أنا مش عارفة إيه. فخلاص يبقى أنا أول حاجة معايا هنتاية، أول ملحوظة أنا بابقى حاطاها في دماغي، معلش دي أنا لسه مش ما كتبناش أي حاجة، أول ملحوظة في دماغي أبقى أنا عارفة مؤمنة إن الحزن، الكآبة، فقدان الشغف، الحالة اللي أنا فيها دي هي فترة مؤقتة وهتعدي. حتى كان في بيت شعري كده لصلاح جاهين كان الشاعر بتاعنا كان كاتبه برضه في الحتة دي، إن فيما معناه إن هو الحزن دي فترة وهتعدي، مش عدِّت قبل منها أحزان قبلها. فهو إيمانِك بس بالحتة دي هتساعدنا في خطوة 3 و4 و3. يعني ال3 يعني عشان أخُش على المرحلة اللي أنا داخلة فيها دي، إيمانِك بس بالحتة دي هيفيدني بشكل كبير جدًا، جدًا، جدًا في تطبيق في الخطوات الجاية وفي الprocess اللي جاي. خلاص؟ طيب، أنا محتاجة آمم أول 3، خلّينا نبتدي في أول 3. أول 3 إيه هم؟ أول 3 في أول 3 خطوات في 3، 4، 3. هنجيب ورقة وقلم طبعًا، وهاقول لِك أول حاجة محتاجة تعمليها إيه هي. أول خطوة محتاجة إن أنا ما أقولش لحد، اكتبي كده في ورقة أنا محتاجة إن أنا ما أقولش لحد أنا هاعمل إيه. محتاجة إن أنا أتكلم عن الفكرة بتاعتي الأول، أبتدي إن أنا يعني ما أتكلمش عنها قبل 3 شهور من تنفيذها. ليه بقى يا ست الكل؟ هاقول لِك الموضوع ده من ناحيتين، من ناحية دينية ومن ناحية نفسية أو psychology، أو من ناحية عقلنا بيمشي إزاي. تمام؟ طيب، أول حاجة العقل بتاعنا بيفرز مادة اسمها الإدرانين. الإدرانين ده بيتفرز أول كمادة مكافأة. يعني خلاص فonce إن المادة دي طلعت من دماغنا، خلاص العقل بيفهم إن الحاجة دي done. هتقولي لي طب إيه علاقتها باللي أنتِ بتقوليه ده؟ هاقول لِك إزاي. أنا لمّا آجي باكلم حد باقول له أنا نازلة الgym أو أنا نزلت الgym واشتركت في الgym، هل أنا ده سؤال ليكم بقى، هل أنتِ بتكمّلي في الgym بعد ما بتقولي لأي حد؟ حتى لو كانت ماما، حتى لو كان بابا، بغض النظر إن ماما تاني يوم هتعمل لِك محشي ومكرونة بشاميل. تمام؟ لكن أنا باقول هل أنتِ بتكمّلي بتنزلي في الgym؟ كلنا قولًا واحدًا بنسبة 90% أو 99% ما بتكمّلش الحاجة. ليه بقى يا ست الكل؟ وده سيم طبعًا في الbusiness، بس أنا باتكلم على المثال الدارج اللي موجود عندنا في كل بيت مصري أصيل، والله وحتى في أي بيت. تمام؟ إحنا دلوقتي لمّا بتقولي الكلام ده للناس، أنتِ العقل ذات نفسه بيفسّر ده إن الحاجة دي well done، الحاجة دي تمت. فخلاص أنا مش هاحرق في إيه، إن خلاص الحاجة دي أنا خلاص طلعت وأثبتت للناس إن أنا واحدة بافكّر في الgym وإن أنا هاعمل حاجة، فهو فِهِم إن الحاجة دي خلاص اتعملت. فأنا النهارده رايحة أبذل مجهود تاني، أو إن أنا باحاول أنزّل نفسي تاني مرّة للgym، مش هاعرف أنزل، هيبقى بصعوبة جدًا، 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 جدًا إن أنا أعرف أنزل، ولو نزلت تاني مرّة مش هاعرف أنزل بعد كده. ليه؟ لإني خلاص عقلك خلاص ادّى الإشارة، في إشارة وصلت لعقلِك إن هي الحاجة دي خلاص تمام حصلت. يبقى أنا دي أول جانب عندي من ناحية السايكولوجي، إن العقل بتاعِك تفهمي هو بيمشي إزاي. يبقى أنا لازم أفضل محفّزاه طول الوقت إن أنا مش ما اتكلمش عن الحاجة دي غير لمّا تتم ولحد ما تطلع للنور، لولا إن أنا ابتدي شوية أتكلم معاها عليها إن هي يا جماعة في مشروع، يا جماعة أنا باعمل دايت، يا جماعة أنا باعمل business، يا جماعة أيًا كان. تمام؟ لكن مش هاقول في أول مراحل الbusiness. تيجي بقى من يعني إحنا كده قُلنا الجانب السيكولوجي. الجانب التاني اللي هو الديني، سيدنا عمر كان في حديث فيما معناه قال استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان. ودي يا جماعة فعلًا يعني هي قاعدة إسلامية، خدوها بجد فعلًا. هو فعلًا الحاجة في الأول في البداية ما بيتقالش عنها بتكمل، لكن لمّا بيتقال عنها في البداية ما بتكملش وبيحصل فيها مشاكل كتيرة. ودي يعني أنا عن تجربة وباشوفها في يعني مع ناس كتيرة جدًا في الbusiness بتاعهم بتحصل معاهم بنفس المشكلة دي.
طيب ولينا يعني كلام في بودكاست ان شاء الله، في حلقة تانية هنتكلم برضو على الحتة دي، لان ده هيفتح معانا في حتة تانية. ان الحسد، طب والبيرسونال براندنج، طب واسوق عن نفسي ازاي؟ طب ما هو انا ما بقولش لحد، بس انا بظهر اونلاين. ان شاء الله هظبطها لكم في بودكاست تانية عشان برضو نفهم المعادلة دي نعملها ازاي. طيب يبقى انا رقم واحد مش هقول لاي حد انا بفكر في ايه او هعمل ايه. تاني خطوة بلاش تعقيد. تاني خطوة بلاش تعقيد وكيب ات سامبل. يعني ايه يا ست الكل؟ يعني انا محتاجة ان انا ما اعملش سقف توقعات عالي، ما اعملش خطط كبيره، ما اعملش فرق كتير، لان انا عايزه بقى اصرف امكانيات. بصوا درجه تحتها 300 حاجه. ما اصرفش صرف رهيب في الامكانيات وفي الخامات. كل الحاجات دي كلها انا محتاجه يعني ابتدي بسيطه جدا، وابتدي بخطط بسيطه قوي قوي قوي. كفايه قوي خطه لمده اسبوع ان انا همشي ازاي في البزنس بتاعي. كفايه قوي قوي يعني ان انا ابتدي بابسط الامكانيات بالموبايل اللي عندي اصور بيه عادي. ما فيش حد هيجي يدور يشوف انا عامله بالايفون ولا مش الايفون. مش لازم ابدا ان انا اصرف على المشروع وانا لسه مش عارفه اذا كنت هعرف اكمل والمشروع ده هينجح ولا لا، عشان ما ارجعش اندم. تمام. طيب يبقى انا كده اول خطوه ما اقولش لحد. تاني خطوه بلاش تعقيد وكيب ات سامبل. تالت خطوه بلاش توتر. بلاش توتر، ودي مهمه جدا جدا. هترفلكت معانا برضو في بقيه الشنطه، وفي بقيه الرحله اللي احنا في، يعني في قلب الادوات التولز اللي احنا بنحطها في قلب الشنطه، وهتاثر معانا في بقيه الرحله. التوتر لو انا اتوترت دلوقتي مش هعرف اكمل بعدين، مش هعرف اكمل بقيه الرحله بتاعتي، مش هعرف اكمل الاهداف اللي انا عايزه اوصل لها، مش هعرف اخطط. هتلاقي عندي الداونز كتيرة قوي. هتلاقيني انا بقع كتير. ليه؟ لاني انا دايسه بنزين. التوتر بيجي معايا ان انا دايسه بنزين. عارفين صوت العربيه لما باجي بقع بدوس على البنزين بيعمل ازاي؟ عارفين الصوت ده؟ اكني البنزين ده نفسها دي العربيه. حتى اللي متعلم سواقه يقول لك لما تيجي تدوسي بنزين كتير كده العربيه ممكن تنطر معاكي. لو انت ما حضرتهاش ولو انت ما عملتيش تلاقي العربيه تنطر معاكي. تمام. ف... ف... فده مش صح. يبقى انا محتاجه ان انا اقلل التوتر، واقلل تفكير زياده. علشان ليه بقى؟ علشان هقع وهيحصل لي بيرن اوت لو انا اتوترت زياده عن اللزوم. خدوا بالكم على فكره التوتر هو يعني ليه ايجابيات وسلبيات. التوتر هتلاقي دايما اللاعبين واصحاب البطولات والناجحين لو مش بيتوتروا هتلاقيهم يعني بيخيشوا. لو ما توتروش ان حد هياخد مكانهم هتلاقيهم هيخيشوا. لو خلاص هو وصل بيه كبر او وصل بيه الثقه ان هو خلاص انا ومفيش حد غيري، هتلاقيه وقع خلاص. لكن انا اللي انا بتكلم فيه، ركزي معايا في الحته دي، ان هو اقصد البالانس. يعني مش عايزه ان انت تبقي دايسه بنزين على الاخر قوي، ان انا مركزه في كل حاجه وحرقه بنزين في كل حاجه في المشروع بتاعي، مركزه كل التفاصيل كلها. بنام مش بصحى على طول توتر، اصل مش عارفه ايه هعمله ايه، ولا انا مش عارفه المونتاج لازم يتعمل، مش عارفه بحسوكه شكلها عامل ازاي، ومش يعني الفرق الكتير في كل تفصيله في البيزنس. وانا لسه وان مان شو. يعني انا بعمل كل حاجه بايدي. تصوير المنتجات بعملها انا، التصميم بايدي، وبشتغل بايدي وبصور وبمنتج وبرفع على السوشيال ميديا. كل الحاجات دي لو كل بند من بنود البيزنس انا اتوترت فيه ودوست بنزين زياده وحطيت طاقتي كلها فيه بزياده، شهر بكتير شهرين ثلاثه هتلاقي نفسك جالك بيرن اوت. ولا قدر الله لا قدر الله في ناس بيجي معاها الموضوع بأسوأ، لانها بتكون رابطه الموضوع بانجازات. انا عملت كل ده كله في الاخر ما وصلتش لغير اوردر واحد او اتنين. فلا قدر الله لا قدر الله بعيد عنكم يا رب. وحصلت مع ناس اعرفها ان جالهم اكتئاب حاد. فبلاش ابدا تعملي ده. البالانس دايما احسن حاجه. مش بقول ان انت تقللي شغل او تقللي مجهود، لكن البالانس دايما مطلوب. التوازن التوازن التوازن. محتاجه نهدى وناخد نفس عميق يعني قبل ما اشتغل. اهدى، اخد انفاسي، اشوف انا محتاجه اعمل ايه النهارده علشان يخليني اتقدم خطوه قدام في البيزنس بتاعي. ده بس اللي انا محتاجه اعمله. محتاجه ان انا انزل النهارده بوست عشان اكون اكتف. نزلي بوست عشان تكوني اكتف. انا النهارده انا بطلع. خدوا بالكم انا بكلم الناس اللي هي عايزه ترجع البيزنس بتاعها، والناس اللي موقفه البيزنس بتاعها، والناس اللي عايزه تبتدي بيزنس ومش عارفه تبتدي ازاي. فانا النهارده بقول لك مش هتبتدي هتبقي عملاقه المجال بتاعك. مش هتبقي. لا انا مش بقول ده. انا بقول ان انا بس ابتدي خطوات بسيطه بيبي ستابس علشان اعرف اوصل للهدف ان انا عايزه ابقى عملاقه المجال. مش هو النجاح مش من يوم ولا مش يوم وليله. هو دايما علمونا اساتذتنا اللي فوق مننا ان هو النجاح خطوات مستمره. خطوات مستمره ومتكرره هي اللي بتوصلني للنجاح. لكن نجاح سريع
ايزي كام ايزي جو، ده معروفه. فدي ما يبقى دي كده الخطوات دي عرفتها، يبقى اول ثلاثه عرفناهم، ما اقولش لحد. تاني حاجه بلاش تعقيد، وتالت حاجه بلاش توتر، ودول هيفيدوني جدا جدا، هيحسن من ادائي ومن توقعاتي ومن المايند سيت بتاعتي بشكل كبير جدا.